وبنشكر أعزائنا المشاهدين ونستمر معاكم من خلال برنامج ويك أند بعد هذا الفاصل. أعزائنا المشاهدين وعودة مرة أخرى لبرنامجنا ويك إند، والنهاردة كاميرات برنامجنا ويك إند بتخرج لمتابعة حدث عالمي بيحدث على أرض مصر، وهو وصول الشعلة الأولمبية لمصر في إطار الاستعداد لدورة أثينا 2004. ده غير لقاءات مع حسين فهمي ويسرى ومين كمان يا نجلاء. الحقيقة هو زي ما قلت يا أماني حدث عالمي، حدث النهاردة كلنا تابعناه بشغف كبير جدا. شارك فيه عدد كبير جدا من كل رموزنا، سواء كانت الرموز الفنية والسياسية، وكان شرف لكل من يحمل الشعلة ويسلمها للآخر. الحقيقة كاميرا قناة ثالثة كانت حريصة ان هي تتواجد من خلال هذا الاحتفال وتجري عدد كبير جدا من اللقاءات زي ما قالت أماني مع فنانينا، وكمان لينا لقاءات مع السيد المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة، وأيضا مع السيد اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد كبير جدا من الرياضيين حاملي الشعلة. هنشوف مع بعض هذه الفقرة من تقديم الزميل دكتور أشرف صبري، وهنعود معاكم مرة ثانية لاستوديو ويك أند نواصل اللقاء. مشاهدينا الاعزاء، من خلال كاميرا القناه الثالثه وبجانب الشعلة الاولمبيه لاتينا 2004 بنتابع معكم من مقر اللجنه الاولمبيه المصريه هذا الحدث الرياضي الكبير. هذه هي الشعلة الاولمبيه تنطلق من مقر اللجنه الاولمبيه، حدث رياضي وتاريخي بنتابعه من خلال كاميرا القناه الثالثه والشعلة الاولمبيه لاتينا 2004. طيار منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عضو اللجنة الأولمبية الدولية، بدون شك أن هذا الحدث الرياضي الكبير بيعني الكثير للحركة الأولمبية المصرية، بيعني الكثير للرياضة المصرية، بيعني الكثير للقاهرة كمدينة عريقة على مستوى العالم. وكلامك طبعا سليم 100%، وهذا الحدث هيبقى يعني علامة على مسيرة الرياضة المصرية في مصر إن شاء الله. بدون شك أن اختيار القاهرة لم يأتي من فراغ كمدينة ضمن 34 مدينة على مستوى العالم، فهو تأكيد لمكانة القاهرة وريادتها الدولية والعالمية ولثقلها السياسي، وأيضا تتويج للحركة الرياضية والأولمبية المصرية أيضا. طبعا بدون شك، يعني احنا يعني مهما قلنا يعني لازم نعترف ونقر ان مصر لها مكانها في القارة الافريقية ومكانها في العالم، من تاريخها، من حضارتها، من كل يعني المحافل الدولية اللي بيشترك فيها، فمصر لها وزنها ولها تقولها، وحدث زي ده طبعا بيؤكد هذا الكلام. وان شاء الله ربنا ينجحنا، والنهارده يعدي اليوم يطلع يوم جميل حلو بتنظيم جيد، لان انا شخصيا بقول اذا كل العناصر اشتغلت بروح الجماعه لازم ان شاء الله يكون تكلل بالنجاح.
النجمة المتألقة دائما يسرى حريصة على المشاركة في هذا الحدث اللي بيعتبر فعلا حدث رياضي تاريخي فني. ده مؤكد، وبالنسبة لمصر بالتحديد لأن مصر أول بلد أفريقي بيمسك الشعلة، وأعتقد أن دي حاجة مشرفة جدا لينا إحنا في العالم كله. طبعا يعني أنا كمصرية بعمل كده، كفنانة بعمل كده، بس أنا كان ليا حلم في طفولتي أن أنا أكون واحدة من ضمن الأبطال العالميين، وده ما قدرتش أعمله. رياضية سابقة أنا أعلم طبعا. يعني كنت في المدرسة كده، لكن دلوقتي لا، صعب قوي ان احنا نبقى رياضيين بالشكل الرائع ده، بس ده شيء مشرف جدا ان مصر قادرة تعمل التنظيم دهوت، وشيء مشرف ليا انا كمصرية ان انا امسك الشعلة. بحس ان انا بعمل حاجة عالمية هتتدون في التاريخ كمصرية. كلمة تقوليها للشعب المصري اللي بيشارك النهاردة في هذا الحدث الكبير؟ عايزه اقول له للشعب المصري، عايزه اقول ان احنا كان لينا شرف ان احنا البلد العربي او البلد يعني الافريقي يعني بتستلم الشعلة، ان ده شرف عظيم لينا كلنا، وان احنا لازم نقدر الاولمبياد ونقدر ان الرياضه هي العقل السليم في الجسم السليم ده 100%. روح للناس يا حب، الحب ملينا غير، والله ملينا غيره، يدفينا ينسينا يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا البر حب، خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب ملينا غير، والله ملينا غيره، يدفينا ينسينا يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا البر حب. الأستاذ عبد الرحمن أمين صندوق اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عضو الاتحاد الدولي الفينا، بدون شك أن هذا الحدث حدث رياضي تاريخي بالنسبة للقاهرة وبالنسبة للحركة الرياضية المصرية. مفيش شك أن هو شرف كبير لمصر أنها تستضيف الشعلة، لأن دي أول مرة تستضيفها، وبعدين هي ليها هذا الشرف مع دولة أو دولتين بالكتير في العالم، فطبعا كلنا لينا الشرف، وعشان كده كلنا بادرنا ان احنا لازم نشترك، خصوصا ان احنا لينا تاريخ اولمبي اصلا، فما ينفعش ان احنا ما نشاركش في هذا. الاستاذ عبد الرحمن امين عضو اللجنة الاولمبية المصرية، عضو الاتحاد الدولي للسباحة، بدون شك ان مشاركة اي شخصية مصرية رياضية في اي مكان او في اي تجمع رياضي عالمي بيعتبر اضافة للحركة الرياضية المصرية، وحضرتك عضو الاتحاد الدولي، بدون شك ان هذا بيعتبر اضافة للسباحة المصرية وللحركة الرياضية بصفة عامة. سيدي ربنا يخليك، يعني هو اي عضوية دولية موجودة في مصر واي اشتراك دولي للرياضيين المصريين او القيادات المصرية، دي بتدي مصر فرص كتير قوي للتعاون الدولي، لان احنا من غير ما نتفتح على العالم مفيش فايدة. وانا الحقيقه مشارك بصفتي الرياضيه وبصفه النادي الاهلي وبصفه اسره السباحه سابقا، وايضا بصفتي رئيس اتحاد الناشئين العرب، لان البطولات الاولمبيه دي حدث رياضي وثقافي وحضاري بالغ الاهميه، وان الشعلة تيجي مصر ونشارك فيها ده شرف كبير لينا، ونرجو ان يكون احتفال يليق بهذه المناسبه العالميه الجميله. النجم المتألق الفنان حسين فهمي بيشارك في هذا الحدث الرياضي الكبير، بدون شك حدث بيمثل الكثير بالنسبة للقاهرة ولكل المشاركين فيه. طبعا مهم جدا بالنسبة لنا، ومهم جدا لان احنا لنا تاريخ جميل مع اليونان، والتاريخ المصري الاغريقي موجود اثاره كلها في اسكندرية، ووجود الاسكندر وبناء مدينة اسكندرية تاريخ رائع جدا، وكل الشعلة النهاردة بتبقى موجودة في القاهرة وتذهب بعد هذا الى اليونان. اعتقد ان دي رسالة مهمة جدا للشباب ولوزارة الشباب أن تهتم بالشباب، وأن يكون هناك ملاعب لكل أنواع الرياضات في المدارس وفي النوادي. مهم جدا أن يبقى ده موجود. يعني الأولمبياد حدث رياضي وهو أيضا حدث فني وحدث ثقافي، بدون شك أن الفن والرياضة وجهان لعملة واحدة. عندما يشارك نجوم الفن في هذا الحدث الرياضي فإنه يعني الكثير بالنسبة لعلاقة الفن والرياضة. طبعا مفيش شك كده، احنا ودايما احنا متواجدين كفنانين بنمثل مصر في كل الأحداث المهمة اللي تخص البلد. يعني
محمد علي رشوان بيشارك في هذا الحدث الرياضي الكبير. والله انا سعيد جدا بان انا اشترك، وسعيد جدا ان انا هكون اول واحد يحمل الشعلة. فاتمنى ربنا ان يكون جميع لاعيبه مصر عند حسن ظن الناس بيها ويحققوا ميداليات في اولمبياد ان شاء الله. نرجع لورا لوس انجلوس، الدوره الاولمبيه والدرس اللي اعطاه محمد علي رشوان في قيمه الرياضه، في اخلاقيات الرياضه، بدون شك بنتذكره اليوم. الحمد لله، لان هم بيقولوا ان الرياضه اخلاق زي ما بيقولوا، وانا كان بالنسبه لي ده الشيء اللي انا كنت بعمله من تلقاء نفسي، اللي انا عندي حاجه ان الرياضه اخلاق. فالحمد لله ان انا عدوها، الحمد لله انا خدت جائزه الفير بلايرز، فده كان شيء بالنسبه لي مهم قوي يعني. Everybody needs to love, sweet and tender love. Everybody really needs to feel it, oh, needs to feel it. I wanna know, you wanna know, we gotta know. Will we share this love for once? Yes, we'll share all the love together. Everybody needs to love, sweet and tender love. Everybody really needs to feel it, needs to feel it. I wanna know, you wanna know, we gotta know. Yeah, will we share this love for once? Yes, we share all the love together. الاستاذ احمد عنان مدير عام اللجنه الاولمبيه المصريه، واحنا بنتابع لحظه بلحظه من خلال كاميرا القناه الثالثه هذا الحدث الرياضي الكبير اللي بتستضيفه القاهره. احنا موجودين دلوقتي على مدخل ميدان روكسي، ونقول الخطوه الجايه ايه؟ احنا على بدايه شارع الثوره، وبعد كده متجهين لكنيسه البازيليك، وبعدين شارع الاهرام على نادي سبورتنج شارع مرغاني، بعد كده على خليفه المأمون. معلش عشان الوقت. سلام. شكرا. يمكن واحنا بنتابع مشاهدينا الاعزاء من خلال كاميرا القناه الثالثه لحظه بلحظه خط سير اللجنه المنظمه لهذا الحدث. الاستاذ احمد عنان مدير عام اللجنه الاولمبيه المصريه هو الشخصيه اللي هتستلم الشعله الاولمبيه حاليا، ويمكن بنتابع لحظه بلحظه هذا الحدث الرياضي الكبير اللي بتستضيفه القاهره. بدون شك تعانق الحضاره مع التاريخ، تعانق الرياضه مع حضاره القاهره. حدث رياضي كبير بنتابعه من خلال كاميرا القناه الثالثه. استاذ محمود بركات، يمكن حدث رياضي كبير بنتابعه من خلال كاميرا القناه الثالثه، حضرتك بتحمل الشعله الاولمبيه. الشعله الاولمبيه طبعا، وده شرف كبير. Yes I'm coming just be patient 1 second. انا سعيد جدا بالحمل الساعه، وانا يعني اكرر شكري للقناه الثالثه. شكرا. استاذ عمرو السنباط، يمكن حضرتك شاركت في حمل الشعله الاولمبيه، شعور طبعا الفخر لاي مصري. شعور رائع، واحنا سعداء جدا ان هي جت مصر، ودايما كده البلد يبقى فيها انجازات وحاجات كتيره تيجي مصر ونعوض اللي فات، وان شاء الله كله يبقى كويس جدا باذن الله. بنقول يمكن هذه الشعله الاولمبيه اكيد سوف تحتفظ بها لانها بتمثل شرف كبير لمن يحملها. طبعا هي رمز ونتاج ان البلد دي فيها تقدم وازدهار، ويعني كل المصريين اللي طالعين دول سعداء منتمين للبلد وحبهم كبير قوي للانجاز الكبير اللي تم ده. La vie comme je l'aime, la joie c'est l'amour, sans amour, pas de vie, oh pas de vie, je dois aimer, nous devons aimer. استاذ محمد هيبقى امين شباب القاهره، بدون شك ان شباب الحزب الوطني كان ليه دور في هذا الحدث الرياضي الشبابي التاريخي. طبعا ده دور، طبعا احنا بنعتبره دور مهم جدا النهارده في مصر وحدث كبير جدا، ولذلك امانه شباب القاهره الحشد الكبير بالنسبه لشباب القاهره في ال40 قسم بيمثلوا النهارده في هذا الاحتفال الضخم، وبنتمنى النجاح والتوفيق للشعله الاولمبيه ان شاء الله. بدون شك ان مشاركه الشباب المصري في هذا الحدث التاريخي العالمي رساله بيوجهها شباب مصر، ورساله بيوجهها شباب الحزب الوطني للعالم اجمع. احنا عايزين نبلغ للعالم اجمع ان التنظيم هو في مصر، ان البلد الامن والامان
الامان هي مصر، بلد الديمقراطيه وحقوق الانسان هي مصر. وزي ما انت حضرتك ما شايف الجمع الكبير اللي موجود من المواطنين ومن الشباب اللي موجود ده بيدل، لو دل عن حاجه فبيدل عن الديمقراطيه والامن والامان اللي بتشهده مصر في العصر الحالي تحت قياده السيد الرئيس محمد حسني مبارك. كابتن سلام حجازي عضو منتخبنا القومي لكرة اليد، يمكن واحنا موجودين دلوقتي في ميدان التحرير بعد لحظات وتحديدا من ميدان الجلاء سوف تنال شرف حمل الشعلة الأولمبية أتينا 2004. شعورك كرياضي بتشارك في هذا الحدث ايه؟ طبعا انا فرحان جدا لان انا ما استحقش فرحتي قد ايه، لان بحمل حاجه كويسه بالنسبه لمصر وبالنسبه للعبه اللي انا بلعب فيها منتخب مصر كرة اليد وكده، فطبعا ده شرف كبير قوي ليا. عضو منتخبنا القومي لكرة اليد، يمكن كرة اليد رياضة مصرية حققت انجازات على المستوى الدولي، نتمنى لكرة اليد المزيد من التفوق بالنسبة للألعاب الأولمبية. طبعا إن شاء الله يعملوا حاجة كويسة بإذن الله ويعملوا نتائج كويسة. أنا لسه واخدين أفريقيا من فترة بسيطة وإن شاء الله نعمل نتائج كويسة. That's honor for me to be my guest in this interview, and what to say for all the world about today. I think today is a very exciting day for me and all of my country and all of the people who are here. At first, please introduce yourself. Why you are here? To carry the torch for the Olympics game is coming on in Athens, and I'm from Ghana. My name is Emmanuel Fosiyabua. يمكن احنا التقينا مشاهدينا الاعزاء من خلال القناه الثالثه مع ملوين من غانا، وبدون شك انه بيشارك في هذا الحدث الرياضي الكبير، بيبعث رساله للعالم كله من هنا من القاهره عن التنظيم وعن مشاركته كرياضي في هذا الحدث اللي بيمثل فعلا حدث تاريخي رياضي عالمي. الفنان حسين فهمي هتحمل هذه الشعلة من هنا من ميدان التحرير، تقول ايه النهارده؟ انا سعيد جدا بهذه التجربة وسعيد جدا ان انا بشارك شعب اليونان في هذه المرحلة. يمكن احنا التقينا بحضرتك في بداية الاحتفال والنهارده انت بتحمل هذه الرسالة، تقول ايه النهارده من خلال القناة الثالثة؟ انا سعيد جدا وبرجو كل النجاح لهذه المرحلة. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب مالينا غير، والله مالينا غيره، يدفينا ينسينا يمحي الحزن بينا، نلقى الخير سفينة تعدي بينا ترسي بينا البر حب. السباحة الدولية والأولمبية أيضا رانيا علوان، يمكن مشاركتك في هذا الحدث الرياضي أعاد الكثير من الذكريات. طبعا بالنسبه لاي لعيب الاولمبياد دي حاجه بالنسبه لنا كبيره جدا. انا شاركت في 3 اولمبياد ودلوقتي بعمل حاجات مع اللجنه الاولمبيه المصريه واللجنه الاولمبيه الدوليه، لكن ده احسن احساس ان احنا نجري بالشعله نفسها اللي هي رمز الاولمبياد. ماذا يمثل هذا الشعور بالنسبه لرانيا علواني واحنا معانا على شاشه القناه الثالثه هذه الشعله الاولمبيه اكيد اللي هتحتفظي بيها للذكرى طبعا بدون شك؟ مظبوط، دي الشعله بتاعتي ومحروقه اهي عشان جريت بيها. بالنسبه لي دي زي ما تقول زي البازل، بتكمل حتت كتير. كنت لاعبه وبقيت مدربه وبعدين بقيت مشرفه على المنتخب القومي ودلوقتي بشارك في الشعله وتنظيم الاولمبياد ان شاء الله هكون في اتينا، فبتشوف كل جوانب للاولمبياد ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للعيبه. الكلمه اللي تقوليها كرياضيه ليها تاريخها الاولمبي والدولي في السباحه وايضا بشاركت في حدث رياضي كبير مرور الشعله الاولمبيه، الكلمه اللي تقوليها للسباحين والرياضيين الناشئين بصفه عامه؟ اقول لهم ان احنا مش اقل من اي حد في الدنيا كلها، زي ما في دلوقتي ابطال في العالم احنا نقدر نكسب ميداليه اولمبيه، لكن محتاجين الاصرار والعزيمه ومحتاجين ان احنا نشترك في بطولات كتير واولمبياد كتير من غير رهبه ان دول احسن مننا، محتاجين نكسب خبره. الاستاذ الدكتور سامي عبد الكريم امين صندوق الاتحاد الرياضي للجامعات، ونحن بتحتضننا رحاب جامعه القاهره، هي رساله بتؤكد مشاركه طلبه جامعه القاهره بيمثلوا الجامعات المصريه في هذا الحدث الرياضي التاريخي الكبير. حقيقة ان جامعة القاهرة دايما سباقة في انها في كل المناسبات الوطنية سواء كانت رياضية او غير رياضية بتشارك مشاركة فعالة. اليوم طبعا عندنا مجموعة كبيرة من بناتنا وطلابنا بتوع جامعة القاهرة موجودين معانا النهاردة بيحتفلوا بهذا الحدث العالمي الجميل اللي بيتم في رحاب جامعة القاهرة كمحطة من محطات الوقوف لمسار الشعلة. احنا سعداء جدا بهذا
رئيس الجامعه والنواب رئيس الجامعه وكل رواد الانشطه العليا متواجدين مع طلابنا مع اداره الجامعه للاحتفال بهذه المناسبه السعيده. وهذا يؤكد ان الحركه الاولمبيه بتحمل الكثير من المعاني، فهو حدث واحتفال رياضي فني ثقافي بيحمل قيمه للعالم وايضا الشباب المشارك. يمكن كل الشباب المصري اللي موجود هذه اللحظه بيشارك في هذا الحدث. هو بالطبع كلهم بيشاركوا، حتى الجاليات الاجنبيه اللي موجوده في مصر بتشارك، والجاليه اليونانيه هنا كبيره. وزي ما حضرتك قلت بدات الحركه الاولمبيه على انها حركه رياضيه، دلوقتي تشعبت وبقت فيها ثقافيه فنيه، والدليل اللي حضرتك اللي حاصل في الوقت الحالي. يمكن احنا بنلتقي بيكم بتمثلوا جمعيه اصدقاء مصر واليونان. نتعرف بيكي. ايوه. عليه. Would you introduce yourself? You speak Arabic? Yes, I speak Arabic. طب عرفينا بنفسك. انا مدام هيلين، انا متجوزه مصري. اليونان. وانا اليونانيه طبعا من اليونان، وانا قاعده في مصر لي 12 سنه. انا مدام كاترين، مبسوطين قوي، متجوزين مصريين وعايشين هنا ومبسوطين قوي النهارده. احنا مصريين مع بعض بنختلف. كلمه اللي تقوليها النهارده. انا مدام كريازي، ستيلا كريازي، مبسوطه جدا وحاسه بفرحه جامده قوي قوي يعني فوق الوصف. وانا مدام سولا، مذيع في البرنامج اليوناني في الاذاعه. كزميله بقى، ماذا يمثل هذا الحدث اعلاميا للعالم كله؟ حاجه كبيره بالنسبه لنا، عشان خاطر طبعا اليونان بلدنا ومصر بلدنا. احنا اتولدنا هنا، ومدام ستيلا زميلتنا برضو، مامة ليلى علوي اللي شاركت في الاحتفالات دي، تبقى زميله لينا برضه. حضرتك بتحملي علم بيحمل شعار اثينا 2004، علم اليونان، مهد الاولمبياد. ايوه، وانا سكرتيرة الجمعيه اليونانيه بالقاهره، ومبسوطه قوي بالاولمبياد النهارده. لو نتكلم عن مشاركه جمعيه اصدقاء مصر واليونان في هذا الحدث اللي بيعبر عن الصداقه بين مصر واليونان، مهد الحضارات، الحضاره اليونانيه والحضاره المصريه. حلوين قوي في الحضاره وبنحب المصريين جدا، واحنا اخوات المصريين، يونانيين ومصريين. مولوده هنا في مصر. انا مولوده هنا، رئيس الجمعيه مريم الكبتيه مولوده هنا، وولادي وكلنا يعني عايشين من خير مصر. شكرا. المستشار محمود ابو الليل محافظ الجيزه، حضرتك بتستقبل الشعلة الاولمبيه امام جامعه القاهره، حدث رياضي كبير بيؤكد عراقه مصر وعراقه الجيزه والقاهره. طبعا احنا النهارده زي ما انت شايف هي رساله من مصر، رساله من مصر ومن محافظه القاهره ومحافظه الجيزه، اكبر محافظتين في مصر. العالم كله بنقول ان مصر بلد السلام، رساله للعالم بنقول احنا عايزين السلام، نحن ندعو الى السلام، بلدنا بلد امن وامان. النهارده شايفين الجاليه اليونانيه والشعب اليوناني وسطنا، وكله بيحيطوا بقلوبنا وبحبنا ليه. احنا استقبلنا طبعا في ميدان الجلاء بسمة فرعونيه اللي هي سمة الجيزه، والنهارده بنستقبل بسمة العلم وسمة المستقبل وسمة التطور، وهي رساله للعالم بنقول ان مصر ايضا مهد التاريخ، مهد الحداثه، مهد التحديث، مهد التطور، مهد التجديد. ثم بعد ذلك بننطلق الى شارع الهرم، بيؤدي لمنطقه اكبر منطقه اثريه في العالم، وبعد ذلك الاحتفال بانهاء مراسم الشعلة ثم العودة إلى المطار. أنا عايز أقول الشعب النهاردة الملموم قدامنا ده، واللي أرجو الكاميرا أنها تصوره، اليونانيين الأجانب اللي هم عايشين معانا وسط هذه البلد، كل الناس دول يؤكد حاجة واحدة، إن السلام في مصر والأمن في مصر مستتب، وأن مصر بتسير بخطى واثقة لمستقبل جيد ورائع بإذن الله. سيادة المحافظ محمود أبو الليل محافظ الجيزة، اليوم تعانق الحضارات على أرض الجيزة، الشعلة الأولمبية بما تمثله من حضارة وعراقة الإغريق واليونان، وأيضا عراقة الفراعنة، بتنتهي هذه الشعلة تحت سطح الأهرام، فهو تعانق للحضارات بيحمل الكثير للإنسانية والبشرية. والله أنا عايز أقول لك، هو يعني احنا الماضي والحاضر والمستقبل موجود في مصر. الماضي بتاريخ عظيم، الحاضر اللي بنعيشه بثبات قدم ورؤية لتطلع لسلام في العالم كله، ثم مستقبل نبغي تحقيقه إن شاء الله لأبنائنا وأولادنا اللي حوالينا دلوقتي. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب ملينا غير
أعزائي مشاهدي برنامج ويك إند، رجعنا لكم تاني على الهواء مباشرة، ويسعدنا إن احنا يكون معانا فريق عمل مسلسل نجح الجزء الأولاني نجاح كبير جدا، ويمكن هنجد إن السادة المشاهدين طلبوا الجزء الثاني، وأيضا الجزء الثاني حاليا بيذاع على القناة الثانية وناجح نجاح كبير جدا وهو العصيان. يسعدنا ان احنا يكون معانا في ويك اند على الهواء مباشرة مؤلف المسلسل الأستاذ سلامة حمودة، ومن أسرة التمثيل الفنان هشام المليكي. أهلا بكم معانا في ويك اند. اهلا وسهلا. اهلا بيكم معانا مره ثانيه، والحقيقه يمكن احنا التقينا قبل كده، لكن لنجاح المسلسل واتذاع اكتر من مره على شاشه التلفزيون، على يمكن القناه الاولى والثانيه والثالثه، الجزء الاول والثاني والفضائيات. انا برحب بيكم مره ثانيه، استاذ سلامة حمودة مؤلف المسلسل، وهشام المليكي من أسرة المسلسل. هنبدأ الأول بسؤال مؤلف مسلسل عصيان، وحضرتك بتكتب الجزء الأول يا أستاذ سلامة، كنت متوقع إنه ممكن يكون في جزء تاني؟ لا في الحقيقة لا يعني لأن أنا فوجئت بطلب بالجزء الثاني، وكان يعني بس كانت مهمة صعبة، وكنت متخوف منها جدا يعني. بس حسيت إن أنا أولا طلب